اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين في كل مكان. اهلا بيكم في حلقه جديده. لو انت مش مشترك في القناه اشترك وفعل الجرس واعمل لايك لأعجب المحتوى. يلا بينا نبدا. يلا بينا. سأل عمر بن الخطاب في يوم من الايام عن راجل لو في حد من الناس اللي قاعدين دول يعرف عنه حاجه. فقام راجل وقال له انا اعرفه يا امير المؤمنين. فقال له عمر انت تلاقيك جاره، فالجار اعلى من الناس باخلاق جيرانه. راح الراجل قال لسيدنا عمر لا. فراح سيدنا عمر قال له لعلك صاحبته في سفر، رحت معاه في مكان، سافرت معاه، قضيت معاه مده، فالسفر كاشف للطبع، يعني انت لما تسافر مع شخص هتعرف طباعه. فقال الراجل لا. سيدنا عمر قال له تلاقيك تاجرت معاه واستخدمت معاه الدرهم والدينار. الدرهم والدينار دول اللي بيبينوا معدن الرجال. قال الراجل لا. سيدنا عمر استغرب. سيدنا عمر قال له تلاقيك بتشوفه في الجامع بيهز راسه قايم قاعد. فراح الراجل قال له نعم. فراح قال له عمر اجلس فانك لا تعرفه. كان سيدنا عمر بن الخطاب بيعرف ان المرء ممكن يخلع ثياب دينه على عتبة المسجد، وبعد ما يخلص يروح يلبس جزمته عشان يخرج للناس مسعود، ياكل مال ده وينهش في عرض ده. الدقون ممكن تبقى عادي جدا، متاريس بيختفي خلفها الناس الحراميه والناس اللي بيتاجروا باسم الدين، وان العبايه السوداء مش بالضروره يكون تحتها امرأة فاضلة. المعروف جدا ان السواك بنستخدمه لتنظيف الاسنان، والوارد جدا نكون بنستخدم السواك ده عشان ننظف مطرح مكاننا بعض. الصلاة ممكن تكون مظهر انيق لمحتاج، وان الحج ممكن يكون لبس شيك كده عشان يرفع من مقام وضيع. دايما سيدنا عمر كان بيؤمن ان التدين اللي ما بيعكس اثر في السلوك هو تدين اجود. اندونيسيا ما فتحهاش المسلمون بسيوفهم، لكن فتحها التجار المسلمون عن طريق صدقهم وامانتهم وتمثيلهم للدين. الناس هناك ما كانوش بيبيعوا البضائع بتاعتهم باسم الدين، عشان كده الناس اعجبوا بيهم وقالوا ايه هو الدين ده. التعامل مع الناس التانية هو التنفيذ الحرفي للتدين. الناس لو ما لاحظتش الفرق ما بين التاجر المتدين والتاجر الغير متدين فايه لازم التدين؟ ملوش لازمه. ولو الزوجه ما لاحظتش الفرق ما بين الزوج المتدين والغير متدين فالتدين ما فيهوش فرق. ونفس الحكايه لو الاب والام ما عرفوش يلاحظوا الفرق بين الابن البار المتدين والابن غير المتدين فالتدين هنا ملوش منه فايده لو مش متلاحظ. مصيبه لما يكونش من حجنا غير شويه تمر وشويه ميه زمزم وشويه السجاجيد اللي اتصنعوا في الصين. مصيبه ان تكون الصلوات شويه حركات سوداويه بيستفيد منها العضلات والمفاصل، لكن احنا ما بنستفادش منها كدينيا او القلب ما بيستفادش منها. مظاهر التدين امر محمود، احنا بنعتز بديننا دايما موضوعا وشكلا. مهما كنت مقصر ومهما كنت بتعمل حاجات كتير، بس في حاجات وفي نقط ثابته لازم تكون فخور بيها ولازم تكون بتعملها، حتى لو بتعمل ايا يكن اي حاجه بتعملها تتخيلها، بس في ثوابت لازم تفضل عليها. لكن العيب ان احنا نتمسك بالشكل وننسى المضمون. الدين اللي حول رعاة اغنام لشويه قاده كبار جدا. ابو جهل كان بيلبس نفس العبايه ونفس العمامه اللي كان بيلبسها ابو بكر، ولحيه اميه بن خلف كانت طويله زي لحيه عبد الله بن مسعود، وسيف عتبه كان من نفس المعدن اللي اتصنع منه سيف خالد بن الوليد. شبهت الاشكال واختلفت المضامين. ده ببساطه هو الاسلام يا سلام. وبس كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اشوفك بكره ان شاء الله. السلام عليكم.